من قريب جالي مريض خالع ضرسه، فقلت له احنا هنعمل زراعه او هنبرد ونعمل كوبري. بص لي باستغراب وقال لي كوبري وزراعه، ايه الفرق ما بين الاتنين يا دكتوره؟ وانا في عياده اسنان ولا ايه؟ تعالوا معايا اسهل عليكم الاختيار واقول لكم امتى تعملوا كوبري وامتى تعملوا زراعه. مبدئيا الزراعه طبعا هي الحل الافضل، لان انا بحافظ على الاسنان المجاوره للضرس المخلوع، مش محتاجه ان انا ابرد فيها اي حاجه، فبالتالي الاسنان بتكون سليمه زي ما هي وبعوض الضرس المخلوع فقط. طيب بالنسبه للكوبري، الكوبري طبعا هو برضو حل كويس، ولكن بيكون حل افضل في حاله لو انا كنت عامله علاج عصب للاسنان المجاوره للضرس المخلوع، فبالتالي انا بضطر ان انا ابرد الاسنان اللي هي معمول لها علاج عصب عشان اعمل كراونز، وفي نفس الوقت انا بعوض الضرس المخلوع ما بينهم في النص. ببساطه ده اللي محتاج تعرفه دلوقتي عن الفرق ما بين الزراعه وما بين الكوبري في طب الاسنان. عايزه اقول لكم ان ده متاح في عيادات هيلثي كير تخصصيه. كنت معاكم دكتوره هدى ثروت، طبيبه اسنان عيادات هيلثي كير.